السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناة ام عمر في المطبخ. ان شاء الله بقى النهاردة هنعمل عصير مانجا. طبعا احنا كلنا بنعرف نعمل عصير المانجا، بس انا هقول لكم على فكرة جديدة كده لعصير المانجا. هتزود معاكي من حباية واحدة هتعملي منها كمية حلوة. شوفي، هنجيب معاكي حباية مانجا اهو، يعني لو رسي عليك ضيوف في اي وقت، طبع عليكم ضيوف في اي وقت وعندك حباية مانجا واحدة في البيت، هتقومي برضو تعملي بيها عصير اهو. عارفين الحاجات دي ما بتقعدش في التلاجة من الولاد، بألف هنا وشفا. فانت لو عندك حباية واحدة وعايزة تعملي حاجة برضو ترطبي بيها على قلبك كده في الحر ده، هتقومي برضو من حباية المانجا دي هتقومي تعملي شوية عصير فريش وطعمهم زي العسل، ولا هيأثر فيه اللي هنعمله فيها ده خالص اهو. المانجا لازم تكون صفرة كده، ما ينفعش تكون خضرة، لان هنضربها بالقشر بتاعها، فلو خضرة هتلاقي اللون بتاعها مخضر كده ومش احسن حاجة اهو. قطعناها، خلينا اللحم من عليها خالص. نجيب بقى شفشق الخلاط ونفضيها فيه ونشوف الخطوة اللي بعد كده معانا. نجيب بقى حلة فاضية ونحط فيها 3 كوبايات مية، 3 كوبايات مية هنحط عليهم 3 معالق من النشا، مش اكتر من كده. ما تحطيش سكر، ما تحطيش فانيليا اهو. ادي اول معلقة. كل كوباية مية ليها معلقة نشا، هيطلع معاكي مظبوط ان شاء الله وزي الفل. نقلبه بقى بالمضرب الاول قبل ما نحطه على البوتاجاز، لازم نقلبه كويس علشان ما يطلعش متكتل معاكي ولا يبقى لازق في الحلة. ولازم تحطي المية قبل النشا في الحلة، عشان لو حطيتي النشا في الاول هيغلبك شوية في التقليب. ناخده بقى على البوتاجاز. هنا ولعت العين اهي، وما تحشيش ايدك منه خالص. طول ما هو على البوتاجاز كده افضلي قلبي فيه، ان شاء الله هيطلع معاكي زي الفل. هنا هو بدأ يتقل معايا، قلب كويس، ما حشتش ايدي منه خالص، بس عشان الفيديو ما يطولش عليكم اكتر من كده فجبت لكم الحته الاخيره دي اهو. دي قوامه معانا، وكل ما يقعد هيبرد هيتقل معاكي، كل ما يبرد هيتقل معاكي اهو. لازم بقول لكم لازم اهو تشوفوا الفقاعات دي لازم يغلي معانا عشان ما ندوقش طعم النشا على لساننا كده واحنا بنشربه، ولا هيبان خالص في العصير، يعني مش هيبان خالص. كل اللي هيدوقه بيشرب عصير مانجا طبيعي وفريش وزي الفل. وعلى فكرة المحلات كلها بتعمله كده، يعني مش معقول هيروح يجيب لك مانجا طبيعي من غير مية من غير اي حاجة، يعني حتى لو حط مية مش معقول يعني هيحط حبة قليلة، لا بيعملوا الحركة دي عشان يزودوه ويتقلوه في نفس الوقت، يعني بيديله قوام حلو. وهقولك على حته برضو، اوعى تعملي النشا ده وتقولي اشيله في الفريزر في كيس كده في الفريزر ولا في علبه، لا هتيجي تخلطيه هتلاقيه خرز معاكي حتى لو صفطيه بايه. لو جبت حتى شاشه وصفيتي بيها هيطلع برضو مخرز معاكي. فلازم يتعمل ويتحط كده وهو دافي كده. قلبته شويه بالمضرب لغايه ما هدي شويه من النار، وبعد كده حطيت عليه كوبايه من التلج. كوبايه التلج دي هتنزل الحراره بتاعته وهيبقى بارد وحلو. حطي بقى كمية السكر على ذوقك اللي انت عايزاه اهو. نحط بقى السكر اللي احنا عايزينه ونضربه بقى في الخلاط ضرب مبرح، يعني نطحنه ضرب كده. ده بصراحة العصير المنقذ. لو عندك حباية واحدة هتقومي تعملي بيها شوية عصير حلوين. شوفي ما شاء الله لونه زي ما هو، والقوام بتاعه الله اكبر عليه، اكنك عاملاه مش حاطه اي حاجه، اكنها مانجا كده طبيعي، مش مزود عليها ميه ولا اي حاجه. ما شاء الله عليه، وطعمه والله مش باين فيه خالص.
متنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا على كلمة الكل عشان يوصلكوا كل جديد بإذن الله. نجيب بقى مصفى تكون ضيقة كده علشان ما ينزلش القشر معاه بتاع المانجا. لون المانجا ما تغيرش خالص ولا الطعم كمان. نصفيه كويس من القشر اهو. بعد ما صفناه خالص نجيب بقى الكوبايات بتاعتنا. انا بعتذر عن قلبة التليفون كده. ما شاء الله اهو ادينا قدمناه بألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب، وان شاء الله تجربوه ويعجبكم بإذن الله. ويا رب الفيديوهات بتاعتي تكون بتعجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك يا جماعة، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. حاجة